كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم بواحد لا غوسيت وحده اخرى وجديده اللي هي تاكوس، ميني تاكوس اللي غادي نديرو اليوم. وانا حطيت لكم كاع المقادير اللي غادي نحتاجو فيها بطبيعه الحال. الدجاج مغسول ومقطعينه بحال هذا الشكل هكا طراف، تقدروا تقطعوه عشوائي كيف ما بغيتو. ثاني حاجه عندنا الخبز ديال التاكوس هكا ميني تاكوس كيف ما قلت لكم، ما غاديش نديروهم كبار. عندنا هنايا الربيع والتحميره، عندنا السودانيه والبزار، عندنا الملحه ثومه بودغ، غنحتاجو فيها الحامض، وغنحتاجو المايونيز، غادي نحتاجو فيها حتى هي زيت العود بطبيعه الحال. وبالنسبه لاصوص غادي نحتاجو كورنيشون والزيتون ها هو، وغادي نحتاجو كاتشوب والمايونيز، وغادي نزيدو عليها ثومه بودغ والسودانيه، وغادي نخلطو. دابا غادي نبداو بالتحضيرات. اول حاجه غادي نبداو بها هو عندنا الدجاج هنايا، غادي نديرو الملحه على حسب الذوق ديال الشخص، غادي نديرو ثومه بودغ، ثومه ما نخافوش منها كتجي زوينه في الطياب، غادي نديرو البزار بحال هكذا، غادي نديرو السودانيه على حسب الواحد شحال كيبغي ديال الحار، غادي ندير تحميره بحال هكذا، وغادي ندير الربيع كما كتشوفوا. من بعد غادي نزيد المايونيز، بحال هكذا. انا ضفت هذه الكميه ديال المايونيز كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نزيد الحامض على حسب المذاق. انا كيعجبني الحامض، هذاك الشيء علاش كنكثر منه بحال هكذا. هانيا هانتوما وغادي نزيد زيت العود غير شويه، وغنبدا نخلط. بعد ما خلطنا كاع هذوك المكونات مع الدجاج غادي نغطيوه وغادي نديروه في الثلاجه ونخليوه يرقد بما درنا لاصوص. وبعد ما قربنا الكورنيشو قربناه مزيان بحال هكذا تولى بحال هكذا، غادي نزيدو عليه كاتشوب والمايونيز، وغادي نزيدو عليه ثومه بودغ والسودانيه كيف ما كتشوفوا. ودابا غادي نبداو بالخليط. اول حاجه عندنا هنايا كورنيشو والزيتون، غادي نزيدو عليه المايونيز بحال هكذا، وكاتشوب بحال هكذا كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نزيدو عليه ثومه بودغ بحال هكذا والسودانيه على حساب الذوق والحرور اللي كيبغي الشخص. وهكذا غادي نخلطوا كل شيء بحال هكذا. وبحال هكذا غادي نكونوا خلطنا لاصوص ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. ودابا غادي ندوزو نطيبوا الدجاج اللي كنا خلينا مرقد. ودابا غادي نبداو بالطياب ديال الدجاج ديالنا اللي خليناه مرقد. غادي ندير زيت العود هو الاول بطبيعه الحال، غادي نقص شويه من البوطه بحال هكذا كيف ما كتشوفوا معايا. نزيدوا زيت العود
غنخليوه يسخن شويه، بعد غادي نضيفو الدجاج ديالنا. بعد ما سخنا الزيت ديالنا غادي نضيفو الخليط ديال الدجاج ديالنا. بسم الله. هكذا صافي. ما قلت لكم ناقصه من البوطه، غادي نخليوه هكا يطيب على خاطرو وغادي يرجع معاكم. ها هو الدجاج ديالنا قرب يطيب. انا ما غاديش نخليه يطيب بزاف، ما غاديش نخليه لاصوص تشرب، غادي نخليه شويه بلاصوص ديالو باش هكا تجي التعليكه فيه زوينه. صافي ها هو الدجاج ديالنا طاب. كيف ما قلت لكم ما خليتوش ينشف بزاف من هذيك لاصوص، غادي نخليوه يبرد شويه وغادي ندوزو نعمرو لي ميني تاكوس ديالنا. ودابا غادي نبداو نعمرو في لي ميني تاكوس ديالنا. اول حاجه غادي نبداو بها هي الخبيز ديال التاكوس اللي كيف ما قلت لكم غادي نديروهم صغار. غادي نزيدو نديرو لاصوص كثروا فيها. بالنسبه للناس اللي كتعجبهم لاصوص راه كتجي معلكه بزاف بلاصوص. وغادي ندوزو نضيفو الدجاج بحال هكذا. ما نعمروهمش بزاف لانه التاكوس صغار باش يقدروا يتسدوا لكم. نزيد شويه اخرى بحال هكذا صافي. ودابا غادي نزيد نضيف عليهم الفوق لاصوص. بطبيعه الحال كيف ما قلت لكم كتجي زوينه بزاف بلاصوص اصلا، حيت زدنا فيها الحامض وكتجي محمضه وزوينه بزاف. صافي وغادي نسدوهم بحال هكذا هكا كيجيو. وغادي ندوز نعمر معاكم وحده اخرى كيف ما قلت لكم خبيز ديال تاكوس لاصوص. هي اول حاجه اللي كنديرو هنايا بحال هكذا. كنضيفو من وراها الدجاج بحال هكذا كنجيبوهم في الوسط. وغادي نضيف عاوتاني لاصوص من الفوق صافي. وبحال هكذا غادي نسدوهم بحال هكذا شتي كيفاش كيجيو. صافي غادي نديروهم دابا في الطوست باش يتحمروا شويه. غادي نرجع معكم. ها هما دابا حطيتهم في الطوست. غادي نسد عليهم وغادي ندير الدرجه بحال هكا وردوا معاهم البال. صافي راني شعلتها، غادي نردوا معاهم البال وغادي يكونوا ديك الساعه واجدين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الميني تاكوس اللي درنا. كيجيو على هذا الشكل هذا بعد ما حمرناهم في الطوست. كيجيو معلكين من الداخل بهذيك لاصوص اللي درنا محمضه، كيجيو زوينين بزاف. جربوهم ما غاديش تندموا عليهم. هكذا غادي تكون سالات لا فيديو ديالنا اليوم. نتلاقاو في فيديو جديد بغوسيت جديده او لا فلوق نخرجوا فيه. شكرا بزاف، سلامه.